صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما تشوفوني. النهارده هنعمل الباميه، بس مش الباميه مصلصه، هنعملها لويكه باسهل وابسط طريقه على طريقتي. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بصوا بقى، محتفظه بالخضار بتاعها وحاجه كده اخر طعام. جبت اللحمه بتاعتي وسبتها تتسلق على النار بالبوكيه جرنيه، بصل وطماطم وحبهان ورق لوري. وزي ما انتم شايفين كده حضرت الشوربه الدسمه بتاعتي، وكنت جبت الباميه بتاعتي غسلتها كويس وبعدين سبتها تتصفى وهقمعها. اشيل الجزء اللي من فوق واشيل الجزء اللي من تحت، وهبتدي ان انا اخرطها زي ما انتم شايفين كده زي الزهر. في ناس بتحطها في الشوربه، بتقطعها وبعد كده تبتدي تعملها بالمفراك، لكن انا بفضلها زي الزهر زي ما انتم شايفين كده، بتبقى شكلها ورده كده في منتهى الجمال. لو عايزه تخزنيها هتخزنيها بنفس الطريقه، وهتحطيها في الاكياس بعد ما تقطعيها كده، وبعدين تبقي تطلعيها تعمليها في الشوربه. هكون محضره كام قرن فلفل كده سبايسي، بيدي طعم هايل في قلب الويكه. او سبايسي على بارد مفيش مشاكل. وهنبتدي نحط نضيف الويكه او الباميه للشوربه. ولو عايزه تحطي كزبره خضرة في الوقت ده مفيش مشاكل. وهكون حطيت بقى الفلفل بعد كده، وحيقت الشوربة بتاعتي كويس. وبعد كده هحط التومة في المادة الدهنية مع الكزبرة، وهطشها للبامية. طعمها في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشوربه بتاعتها عامله ازاي. الشوربه هنا اسمرت شويه، لان انا بحب اي حاجه فيها شوربه بزود لها الفلفل الاسمر، بتدي طعم حلو قوي. لو عايزه عصره ليمونه تبقى برده في الاخر في منتهى الجمال. ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس.